السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله عليه وسلم. النهاردة إن شاء الله فيديو جديد. هنعمل مع بعض النهاردة إن شاء الله الجلاش بالصوابع بالمكسرات. معايا لف الجلاش ومعايا هنا فول سوداني مجروش. هحط عليه بقى زبيب وشوية جوز الهند. هنقلب بقى كده كله مع بعض. متنسوش اللايك يا جماعة والاشتراك في القناة. معايا بقى لفة الجلاش. افرد ورقتين. معلش بس كنت بصور بايد واحدة وبعمل بالايد التانية، معلش. انا فردت الورقتين ودهنتهم سمنه، وبعدين بحط شويه من المكسرات. تمام. وبعدين بلفها رول زي ما انتم شايفين كده. لا، انا لفيتها رول اهي زي ما انتم شايفين كده. احطها بقى في الصينيه بالشكل ده كده. عملت اللفه كلها ورصيتها في الصينيه بالشكل ده. ابدا بقى كده اقطعها. طبعا بتقطعوها بقى المقاس اللي انتوا عايزينه. كده قطعتها خلاص. بدخلها بقى الفرن على الرف اللي في النص. لما بتتحمر من تحت ببدأ افتح لها الشواية شوية، وبكون مجهزة الشربات. كوبايتين سكر على كوباية مية، او ممكن كوبايتين سكر وكوبايتين مية. وبسقيه بقى بالشربات كده بعد ما طلع من الفرن وخد اللون الجميل ده. طريقة سهلة وبسيطة وجربوها. متنسونيش في اللايك والاشتراك. اللايك والاشتراك عشان يوصلكوا كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حفظ الله.